حياكم الله. يعتبر مهرجان هلا فبراير والذي يقام على أرض الكويت من أنجح المهرجانات على مستوى الخليج، لما يقدمه للجمهور من أنشطة وفعاليات ممتعة سواء كانت ترفيهية أو فنية. بالطبع حرصت اللجنة المنظمة لمهرجان هلا فبراير هذا العام أن تتميز في فعالياتها، حيث تم انضمام برنامج هلا فبراير الثقافي ضمن الأنشطة والفعاليات الخاصة بمهرجان هلا فبراير 2016 ميلادية، وهو تعاون مثمر وبناء من اللجنة المنظمة لمهرجان هلا فبراير ورابطة الأدباء الكويتية حول موضوع برنامج هلا فبراير الثقافي. الأول يسعدنا يكون معنا السيد طلال سعد الرميضي، الأمين العام لرابطة الأدباء الكويتية، لكن بعد هذا التقرير. يعود تأسيس رابطة الأدباء الكويتية إلى عام 1964 بفضل جهود نخبة من الأدباء في البلاد الذين استشعروا ضرورة وجود كيان يجمعهم، فتقدموا آنذاك بطلب لإشهار الرابطة، وحظي بموافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وأشهرت رسميا في شهر يناير عام 1965. وتعتبر الرابطة صرحا حضاريا يكشف جانبا مهما في وجدان المجتمع الكويتي، متمثلا بالعمل التطوعي الذي يخدم الأدب والثقافة، فيما تعد الرابطة مفخرة لدولة الكويت بوجود رجالات خدمت البلاد وقدمت إسهامات أدبية رائعة. وعن أبرز إنجازات رابطة الأدباء الكويتية عبر نصف قرن، فقد تأسس منتدى لتنمية مواهب الشباب تحت مسمى المبدعون الجدد ونادي الطفل الأدبي، بهدف صقل الإبداعات الشبابية عبر إقامة الدورات الأدبية والفعاليات المتنوعة وإشراك الشباب فيها. حياكم الله. نعود لنرحب بضيفنا. تساؤلنا في البداية، كيف جاءت لكم فكرة إقامة مهرجان ثقافي خاص، وأتوقع يمكن الأول بين رابطة الأدباء واللجنة المنظمة لمهرجان هلا فبراير؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نشكركم على هذه الدعوة الكريمة، ولا شك أن شهر فبراير هو شهر جميل، شهر المناسبات الوطنية، وارتأت رابطة الأدباء أن تقوم ببعض الفعاليات المناسبة أو اللائقة بهذا الشهر الكريم. وكان هناك أيضا تنسيق ما بين مهرجان هلا فبراير والدكتور عايد الجريد، إذ قام مشكور حقيقة بعملية جميل جدا باقتراح الفكرة على الإخوان في اللجنة المنظمة العليا في مهرجان هلا فبراير، وتبلورت الفكرة إلى إقامة مهرجان على مدى 4 أيام بعنوان إشراقات في تاريخ وحدتنا الوطنية. ويمكن هذا البرنامج الفعاليات راح يكون إن شاء الله إذا تقدم للزوار أو الجمهور إن شاء الله مادة لائقة عن تاريخ الكويت والماضي الجميل، وإضاءات إن شاء الله مشرقة للزوار. جميل. إشراقات في تاريخ وحدتنا الوطنية، هذه بطاقة الدعوة لهذه الفعالية الرائعة الثقافية المتميزة، خاصة لعشاق الثقافة والشغوفين بمعرفة الأدب بكل أشكاله. كلمني أستاذي الفاضل، متى راح تكون هذه الندوات، ومتى راح تنطلق، وقتها، وين راح تكون، حتى يكون المشاهد على بينة بمعرفة أوقاتها ومكان إقامتها؟ إن شاء الله راح تنطلق هذه الفعاليات يوم الأحد القادم الموافق 14 فبراير في تمام الساعة 7:30 من مساء يوم الأحد. حلو. وستقام إن شاء الله في مكتبة البابطين للشعر العربي، وموقعها معروف يمكن عند إخواننا المشاهدين، أما بجوار المسجد الكبير في منطقة شرق. وحقيقة يمكن راح تكون فعالية متنوعة سيشارك فيها نخبة من المؤرخين من داخل وخارج؟ لا، كلها كويتيين. كلها كويتيين، يعني المشاركين كلهم كويتيين، واحنا بالعكس نعتز ونفتخر بزملائنا الأدباء. لكن هي واضحة من العنوان نتكلم عن الوحدة الوطنية. أكيد نعم. وشنو تحديدا بالوحدة الوطنية، المحاور اللي راح يدور عنها المحاضرات؟ والله محاور عديدة وجميلة حقيقة. يعني يمكن من ضمن المحاور دور الوقف
في مسألة وحدة المجتمع الكويتي في الزمن الماضي حلو. أو في زمن المجتمع ما قبل النفط، بالإضافة إلى عمل البحار على السفن الشراعية قديما ومدى تلاحمهم. نجد أيضا التلاحم الكويتيين في مواجهة الكوارث الطبيعية. حلو. الكل يسمع عن سنة هدامة، صح. الكل يسمع عن سنة الطاعون. صح. فبالتالي نتعرف على جوانب مشرقة من تلاحم الكويتيين في الماضي. أضف إلى ذلك هناك يمكن دورهم أو تعاضدهم في المعارك القديمة. صحيح. سيكون هناك محاور كثيرة وجميلة حقيقة في هذا المؤتمر. للشعر دور أيضا في المواضيع هذه. نعم، سيكون كل يوم معنا شاعر بالشعر الفصيح يلقي قصيدة وطنية. حلو. يعني اليوم الأول معنا الشاعر الجميل وليد القلاف، ثاني يوم معنا الشاعر الشاب سالم الرميضي، ثالث يوم معنا الشاعر المتميز صلاح دبشة. اليوم الرابع راح يكون مسك الختام مع الدكتور خالد الشايجي. اخوي طلال، يعني انا شايف ما شاء الله عناوين الفعاليات وشهداء الكويت، الوقف، دور الكويت في دعم التعليم، تلاحم الكويتيين المعارك، التهديدات اللي حصلت الكويت، الوحدة الوطنية، التلاحم الوطني أثناء الغزو، تلاحم الكويتيين في مواجهة الكوارث الطبيعية. شيء جميل يعني، والعنوان أجمل اللي هو تاريخ في إشراقات في تاريخ وحدتنا الوطنية. ليش اخترتوا هذا الاسم؟ نعم، احنا بطبيعة الحال يمكن أنشطة الرابط يعني تكون ذات خدمة للمجتمع. صحيح. وإذا كان شهر فبراير هو شهر الجميل في مناسبة عيد التحرير وعيد الاستقلال، ويمكن الكل معروف ان شهر فبراير يطرى على بالنا والله المناسبات الوطنيه الجميله. بلا شك. فارتأت رابطه الادباء بالتنسيق مع الزملاء في مهرجان فبراير انه يكون هناك اضافه للزوار الكويت في هذا الشهر الكريم. يمكن احنا شهر فبراير بالكويت الكثير من اخواننا الخليجيين والعرب يزورون الكويت للتعرف على الكويت والتسوق والسياحه، فبالتالي هذه فرصه لتعريفهم على جانب مضيء من تاريخ الكويت من خلال هذه الفعاليات. انا عرفت منك معلومه كلامك متم انه راح يقام معرض للكتاب، راح يكون بشكل مجاني لكل زوار مكتبة البابطين لحضور هذه الفعاليات. كلمنا عنه بشكل سريع قبل أن نختم لقائنا الجميل معك. أنا حقيقة يمكن أشكر في هذا المقام مركز البحوث والدراسات الكويتية، مكتبة البابطين، دار سعاد الصباح، المكتبة الكويت الوطنية، بالإضافة إلى رابطة الأدباء ومجلة البيان. سيكون هناك معرض كتاب مجاني. حلو. يعني كافة المطبوعات لهذه المؤسسات الثقافية الجميلة ستقدم للجمهور كافة مطبوعاته للمجان، فبالتالي فرصة للإخوان التعرف والسماع وحضور محاضرات تكون قيمة حق أبنائهم حق إخوانهم يكونوا معهم، بالإضافة إلى اقتناء الكتب، عشرات الكتب بالمجان، الكتب الكويتية الجميلة. صحيح. الأدبية والتاريخية. فأعتقد إن شاء الله إذا راح تكون تظاهرة ثقافية مناسبة وجميلة، وفرصة حتى أن والله الإخوان يزورون رابطة مكتبة الكويت الوطنية ويشوفون هذه المحاضرات، وحتى راح يكون في حلقات نقاشية. صحيح. وفي جلسات حوار وستقام يوميا بعد الساعة 7:30 إن شاء الله. قواكم الله. جميل جدا للأمانة. أنا كمواطن كويتي وإعلامي كويتي سعيد بهذه البادرة منكم، والثقافة لها دور كبير وانضمامها إلى فعاليات مهرجان هلا فبراير. مشاهدينا كل الشكر لضيفنا السيد طلال سعد الرميضي، الأمين العام لرابطة الأدباء الكويتية. شكرا لك. بارك الله فيكم، وهذه دعوة عامة لكافة الإخوان المشاهدين لحضور هذه الفعاليات. بلا شك. فاصل